محمود، راجية جت. اهلا يا راجية، تعالي. ده ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ محمود، ممكن اتكلم معاك على انفراد؟ نعمة مش غريبة يا راجية. في ايه يا راجية؟ صحيح اللي سمعته ده يا محمود؟ سمعتي ايه؟ صحيح هتشتري ارض؟ طيب وفيها ايه؟ فيها ايه يعني ايه يا محمود؟ بقى في الوقت اللي رفضت تبني فيه عمارة مكسبها مضمون 100%، هترمي فلوسك في ارض صحراوية ما تسويش تعريفة وتقول لي كمان فيها ايه؟ اولا يا راجية مفيش علاقة بين رفض لمشروع العمارة وشراء الارض. ازاي بقى يا محمود؟ زي الناس يا راجية، كده ولا كده كنت هرفض مشروع العمارة، لان انا راجل عايز اقف على ارض ثابتة في كل مشاريعي، مش عايز شغل النصب. مش معقول يكون موقفي المالي ما يتحملش مشروع زي ده واقحم نفسي فيه واعتمد على الحداقة والفهلوة. مش معقول هنتهز فرصة حاجة الناس للسكن والعب بيهم. الله، ما عنديش رصيد يبني عمارة زي دي، ولا عندي استعداد البس طاقية دالي ده، ولا عندي استعداد اتداين، ولا اخد سلفيات من البنوك، ولا الحاجات دي كلها. انما عندك استعداد تشتري ارض صحراء. طب وليه لا؟ انت كراجل اقتصادي عايز تستثمر فلوسك تقوم ترميها في حاجة زي دي؟ مادام ليها مستقبل يبقى ما فيش ضرر، بالعكس فيها فايدة كبيرة ومصلحة. مصلحة لمين؟ كفاية بقى جهل، هتوديه في داهية. ايه اللي بتقوليه ده يا راجل؟ انت كل مرة تيجي بخناق. انا مش ناوية اتخانق، هسيبك مع اختك بقى تصطفلوا مع بعض، عن اذنكم. عيب كده يا راجل، ايه لازمته الكلام ده كله؟ انا لازم اتكلم معاك بصراحة يا محمود. عايزة تقولي ايه؟ نعمة خليتك تسيب العمارة وتشتري الارض. نعمة هي اللي ورا التحول ده. هو تحول ايه بس اللي بتقوليه ده بعد كل اللي شرحتهولك وتقولي لي تحول؟ يا محمود، يا محمود، نعمة بتدور على مصلحة اهلها وبس. ايه مصلحة اهلها في كده؟ عايزة تشغلهم، تلاقي لهم وصية مفتوحة. المزرعة خلاص ضاقت بعددهم الكتير، لازم تلاقي لهم مجالات تانية علشان ينهبوها. يا راجل عيب يا راجل، اللي انت بتتكلمي عليهم دول اهل مراتي، ومن حق مراتك واهل مراتك انهم يستغلوك. فوق بقى يا محمود، فوق. انت اخويا، انا يهمني مصلحتك. مصلحتي ايه ويستغلوني ايه؟ فين الاستغلال اللي بتقولي عليه ده؟ الله، لما تجيب اهلها ويقعدوا هنا مش استغلال؟ اهلها مش جايين يقعدوا عالة، اهلها بيشتغلوا وبياخدوا اجر اقل بكتير من الغريب. طيب يا سيدي، وجوز اختها اللي حضرتك اشتريت له عربية نقل، لما يكون في ايدي اني اخدم راجل قريبي وخدمته مش هتضرني، ايه المانع اني افتح له باب رزق؟ والمعلوماتك اذكى استثمار ان صاحب راس المال يدخل اللي بيشتغلوا معاه شركة في مشروعه. يبقى ايه المانع اني انجحه واقف جنبه، خصوصا وانه هو واولاده من احسن وانقى الناس. تنجحه ايه وتقف جنبه ايه وانقى الناس ايه؟ انت محمود فاكر نفسك ايه؟ راعي الحركة الانسانية، مصلح اجتماعي يا اخي. راجع. انا خلاص مش قادر استحمل. ايه عملت لك البحر طحينة لحد ما جرجرتك في مشروع فاشل هتصرف عليه دم قلبك؟ ومش بعيد تكون مسألة عند عشان تبعدك عننا. ايوه، عشان ما تشوفش غيرها هي واهلها قدامك وبس. يا راجل ارجوك تحافظي على كلامك. يا محمود، يا محمود، انا بكلمك من خوفي عليك. انا مش عايزه حاجه غير مصلحتك، انا من دمك. انما هي نزلت ولا طلعت ايه حيالله. الزمي حدودك يا راجل، اللي بتقولي عليها حيالله دي تبقى مراتي واهلها اهلي كده، واحنا بقى يا سي محمود نبقى ايه؟ انت اختي على عيني وعلى راسي. طيب يا محمود، بس انا مش قادر افهم ازاي انسان ذكي وعظيم زيك يمشي ورا كلام فلاحه زي دي. ازاي؟ الفلاحه اللي بتتكلمي عليها دي وش الخير عليا. الفلاحه دي اذكى واعظم من اللي انت بتعرفيهم وتشوفيهم. ارجوكي ما تخليش الغشاوه اللي على عينيك دي تعميكي عن الحقيقه. نعمه حلم ما يحلمش بيه اي زوج في الدنيا. كده اهو. طيب يا محمود، انا جيت اقول لك وجهه نظري وانت صاحب التصرف النهائي. عن اذنك انا ماشيه. نعمت، سألت عن الأرض كويس؟ ايوه طبعا يا سي محمود، ارض هايلة. كان لازم يا نعمت تسمعي كلامي ونبعت حد يعينها ويشوفها. يعين ايه بس يا سي محمود ويشوف ايه؟ هي زيادة مصاريف وخلاص. انا شفتها واطمنت على كل حاجة. الارض حلوة والمية عالي العال، بإذن الله هتبقى خير علينا كلنا. يعني أدخل المزاد وأنا قلبي جامد؟ اتوكل على الله، توكل على الله. خلاص يا نعمت، عن إذنك أروح أشوف كريم عمل إيه في الإجراءات. اتفضل يا أخوي، انصرنا يا رب، انصرنا. هو احنا جايين هنا ليه بالظبط؟ جايين وخلاص يا فتحي، اسكت. اسكت ازاي؟ ما انا عارف احنا جايين المزاد ليه. الحمد لله انك عرفت. جايين علشان نضحك على عالم الهبل اللي هتشتري الارض دي. يهو، تعرف تسكت؟ حاضر، سكت يا است نعمت. يا كريم، سلمت شيك الضمان؟ ايوه محمود بيه، تقريبا ما حدش داخل مزاد غيرنا. ارض متطرفه وصحراء، مين هيشتريها؟ ازاي ده بقى؟ احنا جايين بدري شويه، تلاقيهم دلوقتي هلوا.
يعني والله ما انا فاهم حاجه. اسكت خالص. السلام عليكم. ده النشرت بيه يا استي نعمت. النشرت به مين؟ صاحب الارض اللي جنبنا. مش ده النشرتي بيه برضو يا فتحي؟ ايوه هو يا بيه، لسه بقول للست هانم. جهزت الناس بتوعنا اللي هيدخلوا معانا المزاد؟ جاهزين يا بيه. حافظين اللعبة؟ صمنها يا بيه. بالكتير عايزين الأرض دي ترسي علينا ب7,000 أو 8,000 جنيه. ان شاء الله مقفول علينا المزاد يا سعاده البيه. إيه ده؟ في ايه؟ مش اللي هناك ده برضو محمود بيه؟ ها؟ اي والله باين عليه هو، فعلا هو ومعاه مراته. الله، إنما هم جايين هنا ناويين يشتروا ولا إيه؟ طبعا انا شرت بيه ناويه، امال يعني جايين المزاد يعملوا ايه؟ الله الله، يعني هيبوظوا لنا الترتيب اللي عاملينه. لا مش هيقدروا علينا. على الأقل هيدفعوا لنا تمنها على الفاضي. ربنا يسهل. انا شرت بيه. إذا تحداني محمود بيه على المبلغ اللي حطه في دماغي هغرقه تغريقة مهببة علشان ما يهوبش يم مزاد تاني، وهعلمه إنه مش أي واحد يدخل مزاد. لعبتك بقى. انا شرت بيه. الله، ده الظاهر محمود بيه سالم بيشاور لك بالتحيه اهو. أهلا أهلا يا محمود بيه. اهلا بيك. لا مؤاخذة ما خدتش بالي. سعيدة يا مدام. سعيدة مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت جلسة المزاد. السعر الابتدائي لل30 فدان 6000 جنيه. 6100. 6100. 6200. 6200. 6300. 6300. 6900. مرة واحدة كده. عايز أخلص يا محمود بيه. 6900. 7100. 7100. إيه الحكاية يا محمود بيه؟ هناخدها ب8000. ده الظاهر الراجل مصمم يشتريها يا محمود بيه. الظاهر كده. ايه رأيك يا نعمت؟ نبقى غلطانين لو سبناها. طب ليه يعني ليه؟ دليل ان الراجل عارف قيمتها. السعر اللي عندنا دلوقتي 8000 جنيه عرضه النشرت بيه. 10000 جنيه. 10000 جنيه. مش بقول لك كلهم عارفين قيمتها؟ الارض حلوة قوي. ايوه بس مش لازم نتورط. مفيش توريط ولا حاجة ان شاء الله. 11000. 12000. 12000 جنيه. 12500. 13000. 13000 جنيه. 14000. 14000 جنيه. 15000. كفايه يا محمود بيه كفايه. استنى بس يا كريم، دول ناس بتوع اراضي وفاهمين قيمتها. قال 15000. انا برضو بقول كده. 17000. 17000 جنيه. حاسب حاسب. انا شرت بيه حاسب. أنا عارف أنا بعمل إيه. محمود هيشتريها وهشربه المقلب. 18000. 20000. 20000. الراجل عايز يورطنا. هيورطنا في ايه بس يا كريم؟ الراجل بيشتري. مين يزود؟ 21000. 21000 جنيه. 23. 24000. 24000. 30 فدان هتوصلهم لكام يا محمود بيه؟ اللي تشوفه انا شرط بيه. 25 يا محمود بيه. 25000 جنيه. 26 يا نشرت بيه. 26000. 26000 جنيه. طيب يا محمود بيه حلال عليك. 26000 جنيه. مين هيزود؟ 30 فدان قبل للزراعة. مين هيزود؟ حلال عليه. 26000 جنيه عرض محمود بيه. هعد لحد 3. 1 2 3. مبروك يا محمود بيه. الله يبارك فيك. متشكر قوي. الله يبارك فيكم. مبروك يا نعمة. الله يبارك فيك. ربنا يجعلها خير علينا يا رب. خير عليهم. دول خدوا مقلب سخن اشتروا ترمار. أرض صحراء يشتروها بالمبلغ ده. ما انت السبب. انا شرت بيه. مش قلت لك يا ناخدها لقطة يا نشربهم المقلب. محمود بيه لو سمحت اتفضل عشان نعمل الاجراءات. حاضر. اتفضل يا نعمة. حاضر. يا كريم ايوه فندم. كمل لهم الفلوس لحد ما اجيلك. حاضر يا فندم. بقول ايه يا نعمة؟ نعم. انا هكتب الارض دي باسمك. ده كلام ده يا سي محمود؟ حسك في الدنيا انا اكتب حاجة باسمي؟ وماله يا ستي، هو في فرق؟ لا 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 يا سي محمود، ما تفكرش كده خالص. ده احنا كلنا باسمك. اتفضل يا محمود بيه عشان تمضي. حاضر. استغفر الله العظيم، مش ممكن اللي بيحصل ده. اهدي بقى يا راجل. اهدى زي يا كاميليا. ده ولا سأل، نفذ كلامها بالحرف. عجبك العمايل دي؟ لا طبعا، لا تعجبني ولا تعجب حد ابدا. 26000 جنيه يدفعهم زي القرش الساغ لمجرد انه يرضي الست الهانم، وكريم يقول له هنتورط وهو ولا هو هنا، وهي قاعده من تحت لتحت وتتمسكن لحد ما عمل اللي هي عايزاه.
برضه لازم تهدي. ما هو ده اللي انا بقوله لها من بدري. هتستفيد ايه بس لما تعمل في نفسها كده؟ بقى يا عالم شايفين الغلط قدامنا في شخص عزيز علينا ومش قادرين نعمل حاجه. حد في الدنيا يسيب مشروع عماره علشان السفه ده؟ انت في ايدك حاجه تعمليها وما عملتيهاش. في ايدي حاجه اعملها؟ طبعا في ايدي. انا هقلب الدنيا. اذا كانت هي بتشتغل في الازرق انا بقى هشتغل لها في البنفسجي. اصبري اصبري عليا يا نعمت. ها يا عبد المجيد، عملت ايه؟ كله تمام يا استاذ نعمت. اتفقت مع مقاول الانفار هيجيب لنا العمال الزراعيين اللي احنا عايزينهم ونبتدي على طول. مقاول انفار ايه يا عبد المجيد؟ ما هو النظام كده. انه نظام ده؟ انا عايزه مننا للعمال على طول. مقاول الانفار هيحط في جيبه الشيء الفلاني واحنا اولى بكل مليم. انت مش عارف العمال؟ طبعا عارفهم. ما انا بحمل واشيل باللوري من مواقع العمل وعارفهم كلهم. يبقى اتفق مع العدد اللي احنا عايزينه منك ليهم. سيبك من حكايه مقاول الانفار دي. انا بس خايف مقاول الانفار يحطنا في دماغه ويضايقنا. يضايقنا يعني ايه بقى؟ عايزين نبطل الخوف ده. بقى تاجر الفاكهه وهيضايقنا، مقاول الانفار هيضايقنا، كله يسف، مش هنخلص بقى. خلاص اللي تشوفيه اتفق معاه. همتك والنبي بقى يا عبد المجيد. حاضر يا استاذ نعمت. انا معاكي بعقلي وقلبي وايدي ورجلي كمان. تعالى امشي قدامي، امشي يا حرامي. اهدى انت اتجننت يا فتحي. ماسك خليل كده ليه؟ ظبطته. ما هو ده الحرامي بتاع قفاص العنب يا استاذ نعمت. يعني ايه؟ انت قلت لي تقب وتغطس وتجيب الحرامي من تحت تقاطيع الارض، ولبت عند قفاص العنب عشان اراقب مين اللي بيستلبخنا ويسرق، لحد ما ظبطته بيحمل قفاص العنب على حمار عرجه والظاهر بيروح يبيعها داير الناحيه. يا خالتي انا ازاي؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا فتحي؟ انت عارف خليل ده يبقى مين؟ عارف ان بلوغة حضرتك يا استاذ نعمت. وحاجه مين دي؟ حاجتك يا استاذ نعمت. وحاجه خالته تبقى حاجته. مظبوط يا استاذ نعمت. في حد بيسرق حاجته يا فتحي؟ لا يا استاذ نعمت، بس انا شفته هو بيستخبى وبيحط قفاص العنب فوق الحماره العرجه. مش دلوقتي؟ ايوه. طب ما هو انا اللي بعتاه. ها حضرتك اللي بتقولي له خد قفاص العنب؟ ايوه، قلت له خد 3 اقفاص وديهم هنا عند واحد جارنا. طب ده خد 6. قصدي 6. كده يبقى كلام سليم، ويبقى لسه ما عرفناش الحرامي الاولاني. انت لسه بتقول حرامي؟ لا مؤاخذه يا استاذ نعمت. انت برضو غلطان يا خليل. ما قلتلوش ليه قبل ما تاخد ان خالتي قالت لي؟ ايوه، ما هي دي غلطته هو بقى، وعلشان كده يعني لا مؤاخذه، يعني انا شكيت في الموضوع. لا ما تبقاش تشك تاني. خليل ده عمره ما يمد ايده. طبعا يا استاذ نعمت طبعا. انا المره دي هسامحك يا فتحي، مش هجيب سيره للبيع اللي انت عملته ده. المسامح كريم يا استاذ نعمت. اتفضل شوف شغلك انت. حاضر يا استاذ نعمت. خش قدامي يا ادخل. ايه في ايه يا خالد؟ مش مكفيه انه حرامي. لا بيسرق مننا احنا، بيسرق من الحته اللي قوياه وقويا اهله. عايز يجرسني، عايز يخلي رقبتي زي السمسمه قدام اهل المزرعه. معاش ولا كان يا اختي. انا من زمان وانا عاوز اقطم زمانة رقبته. تعال يا بسمع بس يا عبد المجيد، بس لا تقضم زمارة رقبته ولا لنا دعوه بيه خالص. انا اديته قبل كده فرصه وفرصتين. يلا يا خليل، يلا لم هدومك وفارقنا. يلا يا رجاله اعملوا لكم همه شويه، عايزين نخلص مقطوعيه تصليح كويسه النهارده. التسهيل على الله يا ست نعمت، كله على الله. يلا يا رجاله. لا خليكم كلكم بقى في الناحيه الغربيه عشان نخلصها الاول. حاضر يا ست نعمت. بقول ايه يا عبد المجيد؟ نعم. مفيش اخبار من الواد خليل؟ من ساعه ما مشي ما رجعش. هيدوخ شويه وهيرجع. هيروح فين يعني؟ اتفضلي يا خالتي. ايه يا رفاعي؟ في جماعه مهندسين زراعيين من مصر عايزينك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. المهندس سامح عبد الرسول. اهلا وسهلا. وانا المهندس نبيل عبد الرؤوف يا فندم. اهلا وسهلا. الاستاذ كريم قال لنا نيجي نعاين الارض عشان نعمل الدراسات اللازمه. وماله. اهلا وسهلا. اتفضلوا. يلا خد بالك انت يا عبد المجيد لغايه ما ارجع. اول حموضه الرمل ما تتعبى هطلع انا. طب وانا مش هتاخر عليك. اتفضلوا. العصير. متشكرين. احنا شايفين انك بدأتي بالفعل في عملية التمهيد. ابتدينا. متهيألي نوقف الكلام ده كله دلوقتي. ليه؟ لأن الدراسات هتاخد وقت شوية. وقت قد ايه يعني؟ يعني مش أقل من 6 شهور ويمكن سنة. سنة؟ ايوه، هندرس كل حاجة على الطبيعة وناخد عينات من التربة ونحللها ونشوف نوعها وحاجات كتير قوي. وفي المدة دي نعمل ايه هما؟ نستنى نتيجة الدراسات. انتوا حضراتكم موظفين حكومة؟ ليه؟ لا ابدا. بقى سنة اقعد حاطة ايدي على خدي كده مستنية الدراسات، والفلوس اللي احنا حاطينها في الارض دي
نسيبها سنة مركونة؟ طب شهر مش كفاية يا بهوات؟ ما هو احنا كمان بصراحة ورانا عمليات تانية لسه بنخلص فيها. عشان كده. والدراسات دي بقى هتكلف كتير. كل مليم هينصرف على الدراسات مش خسارة. ومش بعيد بقى تعملوا لجنة عشان تشوفوا الدراسات دي مظبوطة ولا مش مظبوطة. انت حضرتك الظاهر مش متحمسة. ما تأخذنيش يعني، انا ما اقدرش اتحمس للحاجات اللي هتقلل حماسي. انا عايزة ازرع الارض النهاردة قبل بكرة. على كل حال احنا تحت امرك. طب انا هشوف مع محمود به ونبقى نبعت لكم. طيب نستأذن احنا. ايه الحكاية؟ ايه الزحمة اللي هناك دي؟ زحمة ايه انا شرت بيه؟ دول العمال الزراعيين بيشتغلوا في الارض الجديدة اللي اشتراها محمود بيه سالم. ايه ده؟ بالسرعة دي؟ وليه مش بالسرعة دي؟ الست نعمة دي حاجة ما شاء الله عليها، فلاحة قرارية وشهلة وبتاعت عمل بصحيح. على كل حال هم دفعوا فيها دم قلبهم. بس بيني وبينك انا شرت بيه، الطريقة اللي شغالين بيها وبالسرعة دي هتخلي الارض دي تجيب ذهب. كنت انا اولى بيها. الجار اولى بالشفعة، وانا اللي ارضي لازقة في الارض دي. نهايته بقى ملناش نصيب فيها وحلال عليهم. يا اخي حرمت عليهم عيشتهم. فين عبد المجيد ابوك امال؟ بيودي نقل يا خالتي. ما جاش لسه؟ زمانه جاي. اسمع يا طنطاوي. نعم. روح قول لنجية تطبخ هي النهارده، مش هقدر اسيب العمال وهم بيشتغلوا. حاضر يا خالتي. اوعى يلا خالتي. ايه يا رفاعي في ايه؟ نجحت يا خالتي. صحيح يا رفاعي؟ خدت الثانويه العامه. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا خالتي. البركه فيك انت بقى. البركه في ربنا وفي شطارتك انت. قلت لامك؟ لا انا جيت عليك على طول. طب روح فرحها اوام. حاضر يا خالتي حاضر. ياما يا ست نعمة تعالي يا اوام. في ايه يا عبد المجيد؟ هيبه بالويبه، العمال بطلوا يشتغلوا واقفين. ليه حصل ايه؟ حاجه ما كانتش في الحسبان ولا كنا عاملين حسابها.